اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هعمل في وصفة النهاردة كيكة اقتصادية ومقادير اقتصادية ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. شايفين جمال الكيكة؟ طعمها خطير. المقادير معايا 3 أكواب من الدقيق، كوباية من اللبن الرايب، نص كوباية زيت فانيليا، كوب سكر، 2 بيض، معلقة صغيرة خل، معلقة كبيرة كاكاو، كيس بيكنج باودر. في الكبة أو الخلاط هنزل بالبيض، هنزل بالخل، الفانيليا والسكر، كوباية اللبن الرايب. لو ما عندكيش لبن رايب طبعا انت بتروبيه، بتسيبيه يسخن وبعد كده بتنزلي عليه بمعلقة صغيرة من الخل وتقلبيه وتسيبيه هيروب معاكي. وهخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس لحد السكر ما يدوب. هنزل هنا بالزيت واستمر في الخفق. هنزل بكيس البيكنج باودر على الدقيق، هنزل بالدقيق تدريجيا. وممكن ما تعمليش الخطوة دي وتنزلي بالخليط الكيك على الدقيق مباشرة. هستمر في الخفق لحد دقيق ما يختفي. بنزل ببقية الكمية. ده شكل الخليط. هقسمه على طبقين علشان هعمل واحد بالفانيليا وواحد بكاكاو. في البولة نزلت ب3 معالق كبار من اللبن ونزلت بالكاكاو وهقلبهم كويس مع بعض لحد ما يدوبوا. هنزل على خليط الكيك وهقلبهم كويس مع بعض. في صينية مدهونة زيت هنزل بخليط الفانيليا الأول وبعد كده خليط الكاكاو، وبكرر نفس الخطوة. الفانيليا، الكاكاو، وبكده خلصت الكمية اللي عندي كلها. هخبط الصينية خبطتين عشان لو فيها هوا يخرج. بأي خلة موجودة عندك بنعملها خطوط رايحة جاية. خلاص هدخل الكيكة على درجة حرارة 180 وده شكلها وهي جوه الفرن.
وده شكلها لما خرجت من الفرن. بسيبها تبرد وبعد كده بقلبها. لما الكيكة بردت قلبتها وهقطعها معاكم واوريكم شكلها من جوه هش وجميل قد ايه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ما شاء الله جميلة جدا، جربوها هتعجبكم، طريقتها سهلة والمقادير كلها موجودة عندك في البيت.